ملي الدولة كتحط 76 مليار ديال الدرهم من فلوس دافعي الضرائب باش تحمي القدرة الشرائية ديالك، الطبيعي هو أنك تسنى الأسعار تنقص. ولكن إلا قلت ليك باللي هذا الدعم العمومي السخي تبخر في الطريق وتحول لهوامش ربح خيالية تجمعات في الرصيد ديال شركات معدودة على رؤوس الأصابع. علاش؟ الفلوس كتخرج بسمية المواطن وكياكلها المستورد والشركات الكبيرة. وشكون المستفيد الحقيقي من هندسة أزمات الماكلة والطاقة والتنمية في المغرب؟ بناء على تحقيق استقصائي موثق بالأرقام والفواتير نشرت مجلة ملفات في العدد ديالها الصادر سنة 2026 كيكشف فريق البحث على ملامح داكشي اللي وصفوه بأكبر جريمة سياسية واقتصادية في السنوات الأخيرة. التحقيق كيرجع بنا للجذور فين أشرف رئيس الحكومة الحالي عزيز خنوش على مدار 14 عام على رأس وزارة الفلاحة على إعادة تشكيل خريطة النفوذ داخل قطاع الإنتاج الفلاحي. وهنا السؤال التحليلي اللي كيطرح راسو وبقوة: واش المخطط المغرب الأخضر كان مجرد برنامج لتأمين الماكلة للمغاربة ولا تصمم باش يكون حاضنة سياسية وانتخابية لشركات محددة؟ وكيفاش انهار هذا المخطط الهلامي مع أول امتحان مناخي وصدمة الجفاف سنة 2022 وينهار معاه محصول الحبوب من 103 مليون قنطار 34 مليون قنطار فقط. ناخذ قطاع اللحوم الحمراء كنموذج صريخ كيفككوا التحقيق. في سابقة تاريخية لقى المغرب راسو مضطر يستورد اللحوم والأبقار من بعد ما شعلات العافية في الأسعار ديالها. الحكومة دارت إعفاءات جمركية وضريبية وعطات دعم مباشر ديال 500 درهم على كل راس مستورد ديال الغنم. ولكن فين هو الأثر؟ وثائق التحقيق كتكشف باللي هوامش التوزيع بين المجازر وبين المستهلك وصلت ل 18 درهم في الكيلوغرام، بل إن بعض المستوردين جمعوا أرباح فات 50 درهم الكيلوغرام الواحد. السؤال اللي كيطرح راسو: واش ما عندناش الحق نتسائلوا كيفاش وصلت أضاحي العيد المستوردة والمدعومة من المال العام للأسواق بهوامش مرتفعة وصعيب تنزل؟ واش هذا الدعم المالي تصمم باش يضيع بالعاني في الطريق بين الميناء والطبلة ديال المواطن؟ وكيفاش تحول هذا الشيء اللي كيتسمى أزمة القطيع لسياسة اقتصادية باش يتحرموا المواطنين من شعيرات العيد وتبرر الغلاء اللي كاين في الأسواق؟ الموضوع ما وقفش غير عند اللحم والعلف، بل وصل حتى للمفاصل ديال الطاقة. التحقيق الاستقصائي كيحط صبعو على الجرح الحقيقي: تضارب المصالح الفج في الوقت اللي عواصم العالم زادت فيه الضرائب على الأرباح الفاحشة ديال شركات المحروقات وسقفات الأسعار باش تحمي المواطنين والشعوب ديالها. الحكومة فضلات دير استراتيجية التسكين المالي الترقيعي وخصصت 7.9 ديال المليار ديال الدرهم كدعم مباشر للمهنيين النقل باش تمتص الغضب ديال الشارع. ولكن شكون هو المزود الأول للمحروقات على الصعيد الوطني وفي السوق الوطنية؟ هي شركة كيملكها رئيس الحكومة عزيز أخنوش. جوج شركات فقط هما اللي محسوبين على التجمع الوطني للأحرار كيتحكموا بوحدهم في 46% من سوق المحروقات في المغرب. كيفاش يمكن لرئيس الحكومة يسير الشأن العام وهو المستفيد التجاري الأول من بقاء الأسعار شاعلة؟ واش هذا الوضع ما كيحطش الحكومة في موقف الخصم والحكم في نفس الوقت؟ الشيء اللي كيطحن الثقة بين المواطن وبين مؤسسات الدولة. هذا التغول الاقتصادي
أدى لمواجهة كبيرة ومخبعة داخل دوائر القرار. فبينما كانت حكومة أخنوش كتبرر الغلاء الفاحش والتضخم ديال المواد الغذائية اللي فات 20% بكونه تضخم مستورد جاي من حرب أوكرانيا، خرج بنك المغرب بقيادة الوالي ديالو عبد اللطيف الجواهري مدعوم بالتقارير ديال المندوبية السامية للتخطيط باش يأكد باللي التضخم في المغرب هو تضخم بنيوي محلي ناتج على اختلالات في منظومة الإنتاج والتوزيع وضعف العرض الداخلي. بنك المغرب اضطر يستعمل الأدوات السيادية ديالو وطلع سعر الفائدة 3% باش يفراني هاد التضخم. ولكن كيفاش واجهات لوبيات الباترونة والمال هذا القرار؟ واجهته بمعارضة قاصحة وصلت حتى لإلغاء ندوات صحفية وسحب بلاغات رسمية في سوابق تاريخية كتبين حجم الضغط اللي كيديروه اللوبيات باش يهرسوا الجناح ديال المؤسسة النقدية. المعطيات الرسمية للفواتير والمسارات المالية المهدورة اللي نبش فيها هذا التحقيق ما كترصدش غير اختلالات عابرة، بل كتحطنا قدام مأزق حقيقي كيقيس السيادة الغذائية والطاقية ديال المملكة. وملي البرلمان كيطيح لجان تقصي الحقائق بفيتو سياسي، السؤال اللي كيطرح راسو وكيبقى موجه لكم نتوما: حتى لمتى غيبقى التحالف ديال المال والسلطة خدام بمنطق الهوامش المحمية والرقابة الغائبة على حساب المعيشة اليومية ديال الدراوش؟ شاركونا الآراء ديالكم والتعليقات ديالكم، وما تنساوش ديروا إعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة باش تتابعوا معنا خبايا والتحليلات ديال السياق الاقتصادي والسياسي ديال قرارات حكومية.